ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنفهم مع بعض موضوع مهم جدا في البرمجه، وهو ازاي هنستخدم الملفات عشان نخزن فيها البيانات بدل ما هي بتضيع منك كل مره اول ما البرنامج بيتقفل. يعني مثلا البرنامج بتاعك بيخلي المستخدم يدخل داتا عادي، اول ما البرنامج بيتقفل البيانات بتروح، ده الطبيعي. تمام. طب ايه الحل ان احنا هنكتبها في ملف ونقراها تاني اول ما نحتاجها. تمام. وده اللي هنعرفه النهارده بخطوات بسيطه باستخدام السي شارب في الستريم رايتر وكمان الستريم ريدر. طيب، بص في البداية يعني تعالى أفهمك كم نقطة مهمين نظري كبداية يعني، وبعدين ندخل في العملي والكودينج والحلويات اللي هناك. بص يا سيدي، البيانات اللي بتتحط في الرام بتتحط على طول، وأول ما أنت تقفل البرنامج بتروح. تمام. لكن لما بنخزنها في ملف على الهارد بنقدر نرجع لها في أي وقت عادي. تمام. طيب، الملف ده ليه نوعين، في حاجة اسمها input file و output file. input file أنا بقرا منه، الاوتبوت فايل أنا بكتب فيه. تمام. كمان لازم تكون عارف ان عندك 3 خطوات بسيطه بتعملها على اي فايل. اول حاجه انت بتفتح الفايل، بتوبن الفايل. تاني حاجه انت بتعمل بروسيس عليه، سواء ريد او رايت على حسب انت هتعمل. تالت حاجه ودي الاساسيه، ان انت تقفل الفايل ده عشان يسيف الداتا اللي انت عملتها. تمام. طيب، لازم تكون عارف ان عندك كمان نوعين اساسيين من الفايلز، حاجه اسمها تكست فايلز، حاجه اسمها كمان باينري فايلز. طب ايه هي التكست فايل؟ التكست فايلز هي اللي انت بتفتحها عادي من النوت باد، هي عباره عن تكست او عباره عن نص او سترينج انت قادر تقراه او قادر تشوفه على النوت باد. طب ايه هو الباينري فايل؟ الباينري فايل هي مثلا زي الصور، زي البرامج، زي الفيديوز. دي انت مش بتقدر تقراها عادي، انت لو فكرت او جربت ان انت تفتحها بالنوت باد هتلاقي شويه كاركترز كده غريبه، مش هتفهم حاجه. تمام. طيب، زي ما عندك برضو نوعين اساسيين للملفات، عندك كمان طريقتين اساسيين للوصول للملفات، حاجه اسمها sequential access، حاجه كمان اسمها direct access. السيكونشال باختصار، انت مالكش سلطه ان انت توصل لمكان معين بتحدده في الفايل، لا انت ليك سلطه تاخد الفايل من اوله لاخره براحتك، انما مثلا تقول لي روح عند البوزيشن كذا، اللاين كذا، لا مالكش في الحته دي. تمام. وبرضو آه دي يعني الحل بتاعها في الدايركت اكسس. الدايركت اكسس انت بتحدد نقطه معينه، وده مش موضوعنا يعني في المحتوى المحاضره ده. طيب، احنا موضوعنا باختصار في محتوى المحاضره احنا هنتكلم عن التكست فايلز، كمان السيكونشال اكسس. طيب، يلا بينا. تعالى بس نفهم الدنيا بدأت ازاي. احنا دلوقتي عايزين نرايت، نكتب صح. ففي السي شارب بنستخدم كلاس اسمها ستريم رايتر في مكتبه اسمها system.io. جاهز؟ يلا بينا نبدأ العملي، كفايه رغي. طيب، مبدئيا احنا هنجرب حاجه، اول حاجه لازم اضيف بوتون. بوتون عادي من التول بوكس، مفيش اي مشكله، ادي بوتون. اسحبه هنا، غير السايز بتاعه. طب انا عايزه ايه؟ تعال نفكر سوا. انا عايزك اول ما تضغط البوتون ده تكريت فايل عشان يعني هكتب فيه، هرايت فيه، كمان تكلوز الفايل ده بيس. طيب، اول حاجه انا قلت لك عندك كلاس اسمها الستريم رايتر. طيب يبقى عادي، يبقى انا محتاج اعمل منها اوبجكت صح. يبقى ستريم رايتر. تمام. بعدين انا بكتب اسم الاوبجكت ده او اسم الفاريبل ده، انا هسميه مثلا input. تمام. ايكوال. طيب، دلوقتي انت عندك طريقتين ممكن تعمل بيها اوبجكت من الستريم رايتر. في طريقه بالكلاس اللي اسمها فايل، وفي طريقه بالستريم رايتر نفسه اللي هو النيو ستريم رايتر. تمام. طيب، المذكور في المحاضره هو طريقه الفايلز، يعني انت عندك كلاس اسمها فايل، فانت بتكتب فايل دوت. انا دلوقتي عايز اعمل إيه؟ عندك اكتر من ميثود، بس خلينا في البدايه، انا دلوقتي عايز اكريت فايل. يبقى هعمل ايه؟ كريت من اسمها كريت، بس هنا مش كريت فايل، اسمها كريت تكست. وجوه الاقواس انت بتكتب الاسم او الباس اللي انت هتكريت فيه التكست ده. تمام. طيب، انت عندك هنا برضو حاجتين، انت لو كتبت باس معين انت اللي حددته بنفسك هيتسيف فيه. طب لو انا ما كتبتش، يعني مثلا لو كتبت مثلا تكست، طبعا ده احنا بنكتب تكست فالاكستنشن بتاعه تكست، لازم تكتب الاكستنشن. طبعا ليه ايرور؟ عشان لازم سيمي كولون. طيب، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا كريت فايل اسمه تكست. طب انا كريته فين بالظبط؟ ده السؤال. بص باختصار كده، طبعا هو لسه ما اتكريتش اوكي، بس تعال نكمل حته حته وهفهمك هيتكريت فين بعدين. اوكي. طب انا دلوقتي كريت الفايل، ايه اللي بعدين؟ طب انا عايز اكتب في الفايل ده، هكتب ازاي؟ عادي، هتاخد الفاريبل اللي انت عرفته ده اللي هو اسمه input، اللي هو ريفرنس بيشاور على اوبجكت من الستريم رايتر. ركز هنا ان الفايل دي بتعمل ايه؟ فكرتها باختصار بتكريت لك فايل على حسب اللي انت سميته هنا، كمان بتعمل ريفرنس للستريم رايتر. يعني الانبوت ما هو الا ريفرنس للستريم رايتر باختصار يعني، بس عشان ما تتلخبطش.
اوكي، يعني انت مثلا كنت مفكر لما اكتب نيو ستريم رايتر فهي خلاص يبقى كده الانبوت اوبجكت من الستريم رايتر، انما لو كتبت فايل مثلا فهو اوبجكت لا، هو اوبجكت من الستريم رايتر. اوكي، فانت هتكتب انبوت دوت، انت هتكتب عايز تكتب بنسمع هيبقى ايه؟ رايت لاين. في نقطتين هنا، عندك حاجه اسمها رايت وحاجه اسمها رايت لاين. نسمع واضحه، يعني انت الرايت بتكتب بس، رايت لاين بتضيف نيو لاين. هتوضح برضو، هنجربها في مثال ونفهم الدنيا. بعدين سيمي كولون عادي بيضك. طبعا الرايت لاين بتاخد سترينج، اوكي، حتى لو حطيت رقم فهي بتحول من نفسها. طب مثلا انا هكتب ايه؟ مثلا لاين 1. تمام. طيب بعدين عايز اكررها مثلا تاني، ادي كنترول سي كنترول في اهو، لاين 2 لاين 3. اوكي، طب انا قلت لك اول حاجه بعمل ايه؟ بكريت، بعدين بعمل بروسيس او بفتح، يعني بفتح الفايل، بعدين بعمل بروسيس اللي انا عايز اعملها سواء ريد او رايت، كمان بعمل كلوز، يبقى جه وقت الكلوز. ده مثال بسيط يعني. تمام. كده احنا عملنا ابسط برنامج يعني يكتب في ملف معين. طب تعالى نرن كده ونشوف كده، ادي رن. المفروض اول ما انا ادوس على البوتن دي ايه اللي هيحصل؟ هيتكريت فايل بالاسم ده اللي هو تكست، الاكستنشن بتاعه تي اكس تي. ده الاكستنشن بتاع تكست باي ديفولت يعني عادي طبيعي. وهيكتب ايه؟ هيكتب اللاين 1 ولاين 2 ولاين 3، هيكتبهم تحت بعض لان كاتب ايه؟ رايت لاين. تمام. بعدين هيقفل. فاول ما دوست كده هو المفروض كريت الفايل. بيس. طيب تعال نشوف هنوصل ازاي للفايل اصلا. انا ما حددتش دايركتور معين او مسار معين او باث معين عشان اسيف فيه الفايل ده. فايه اللي هيحصل؟ هتدوس هنا سوليوشن اكسبلور، وتدوس على اسم السوليوشن، وبعدين اوبن فايل ان فايل اكسبلور. بعدين هتختار البروجكت اللي انت شغال عليه اللي هو الاسم ده ايا يكن الاسم طبعا. بعدين هتروح للفولدر اللي اسمه بين، بعدين ديباج هتلاقيه هنا اهو. شايف؟ شايف اسمه؟ بيس دبل كليك عليه كده هيفتح معاك بالشكل ده، لاين 1 2 3. لو لاحظت كمان ان هو نزل لاين. ليه نزل لاين؟ لان انا اخر ميثود استخدمتها هي الرايت لاين، انما لو كنت استخدمت الرايت بس ما كانش هينزل اللاين اللي عمله ده. تيجي نجرب؟ تعال نجرب. دي فكره الرايت يعني من اختصار، انت تمسح كلمه لاين عادي. في سؤال مش محتاجين دلوقتي. طيب في سؤال ممكن يجي في بالك، ليه مثلا يعني او ايه اللي هيحصل مثلا لو كان الفايل موجود؟ لو الفايل موجود هو هيمسح الفايل القديم ويضيف عليه الجديد. مش يعني هينشئ من جديد. تمام، يعني الفايل القديم كانه اتمسح، واللي انا عملته ده واحد جديد. تمام، يعني حتى مثلا لو غيرت لك الارقام ده مثلا خليتها 4، هتلاحظ ان هو مش موجود اصلا القديم اللي انا كنت كاتبه ايه 1 2 3. لا، هيبقى ايه 1 4 3. يعني القديم بيمسحه وبيكريت واحد جديد، يعني كان اوفر رايت من الاخر. فلو دوست هنا تمام. تعال نروح كده اهو، دبل كليك عليه. بص ايه اللي حصل؟ هتغير. بس هل نزل لاين؟ شايف؟ ما نزلش. انا بحاول ادوس تحت بس عشان انزل تحت، لا انا كاتبها ايه رايت مش رايت لاين، عشان كده ما ضافش لاين بعدين. طيب ماشي، احنا ممكن نعمل ايه؟ تعالى بس نخليهم كلهم رايت. لو عملتهم كلهم رايت هتلاقيهم كلهم على نفس اللاين. تمام. تعال نفصل الاب بس. تعال نرن. تعال نرجع. دبل كليك اهو. حصل ايه؟ كتبهم جاي جنب بعض ومفيش اي مشكله معاك. تمام. يبقى باختصار كده احنا عملنا ايه هنا؟ استخدمنا الكرييت تكست. كرييت تكست بتكريت فولدر او بتكريت فايل بالاسم ده والاكستنشن بتاعه، كمان بتعمل ريفرنس من نوع الستريم رايتر. تمام. وقلنا الفرق بين الرايت والرايت لاين ان الرايت ما بتنزلش سطر، على عكس الرايت لاين فهي بتنزل سطر. طيب طبعا ما تنساش ان انت بتستخدم المكتبه دي هي اهم مكتبه اللي هي system.io. اوكي، هل تتوقع ان ممكن يحصل ايرور معاك؟ يعني برأيك امتى ممكن يحصل اي ايرور عشان نهندله في المثال ده مثلا او في الكود ده؟ طيب عندك حالين، حالتين. اول حاله لو كان الديسك بتاعي فول مليان، ايه اللي هيحصل؟ البرنامج هيقف، صح؟ طيب عندك حاله تاني، مثلا لو انا ما كانش عندي اكسس على الباس اللي انا حددته ده او ما كانش موجود مثلا هيحصل ايه؟ هيحصل ايرور ويوقفني البرنامج. فانا لازم اهندل الحته دي. تمام. انا ايه لازم اهندل الحته دي. فهندلها ازاي؟ عادي بالتراي كاتش. يعني انت مفيش اسهل من انك تكتب تراي اهو، تراي تفتح القوس، اوكي، تقفله هنا، وبعدين هنا كاتش.
في اسهل منها؟ لا. كاتش هنا مثلا انت بتكتب ايرور مثلا مسج بوكس دوت شو، وتكتب الايرور اللي هو عايزه يظهر مثلا، او انت عايز يظهر ايه مثلا، فاكتب ايرور بس كده. كده انا هندلت حته ان هو ممكن يحصل ايرور. وارد يكون الديسك مليان، وارد يكون ما عنديش اكسس على الدايركشن او الباث اللي انا حددته. طيب، في ايه تاني ممكن نعمله؟ اوكي، انت ممكن يكون عندك طب انا مش عارف احدد او عايز بالظبط تفاصيل عن الايرور اكتر. عادي، انت هتعمل اوبجكت، فاهم؟ هتعمل اوبجكت من الاكسبشن ايا يكن الاسم مثلا بتاعه اي اكس. فانت ايرور مثلا لما تيجي تهندل كده عادي، سيب سبيس مثلا هنا بلس، بعدين اي اكس دوت مثلا المسج اللي هي هتظهر لي. اوكي كده الى حد ما هيهندل لك الايرور ويظهر لك عشان تبقى فاهم ايه المشكله اللي معاك. تمام. طيب، تعالى هنا احنا دلوقتي نطبق فكره لذيذه مع بعض. انا مثلا عايزك تعمل لي ايه؟ عايزك تعمل لي البوتن ده اول ما يتضغط عليه يكريت لي فايل اسمه فريند، ويضيف فيه الاسم اللي انت هتضيفه مثلا في التكست بوكس. اوكي، يعني التكست بوكس دي باختصار انت هتضيف فيها اسم معين، لنفترض اسم الفريند او اسم صديقك، اسم ايا يكن اسم اي بني ادم. واول ما تدوس بوتن فهو ياخد التكست اللي هنا ويسيفه في الفايل. طب دي اسمها هي غالبا هيكون تكست بوكس 1. تمام، يعني عايز تغيرها غيرها، مش عايز برضو براحتك، بس اختصارا للفيديو. فانا هعمل ايه؟ عادي، انا اول حاجه كريت فايل هغير اسمه فريند. تمام، ده اسمه. طب انا عايزه يعمل ايه بالظبط؟ الرايت لاين ايه اللي هيتكتب بالظبط؟ او الرايت يعني بالظبط كده تكست بوكس 1 دوت تكست. تمام، دوت تكست بس مفيش اي حاجه تاني. طبعا ما تنساش الكلوز، هنمسح السطرين دول انا مش محتاجهم. بس انت كده حليت البروبلم اللي هي ممكن يجي لك اصلا كسؤال يعني في العمل. تعال نجرب. تعال نجرب. هو مفصول؟ لا، تعال نفصله كده. المفروض ان انا هدخل اسم هنا مثلا نفترض كيرو 1. اول ما ادوس على البوتون ده هيكريت لي فايل باسم فريند، كمان يسجل لي فيه او يدخل لي فيه كيرو 1. تعال نشوف الموضوع ده، هل ده كلام مظبوط؟ في الديباج ادي فريند. هو سبحان الله هو سماه كيرو. 1 مينت بس. تمام، معلش دخلت في فولدر تاني يعني، بس كان في فولدر تاني مفتوح فنفس الاسماء لحد ما ادي فريند. فاهو كيرو 1. تمام، تعال نفصلهم بس كده. اهو كيرو 1 ده اللي احنا عملناه. طب ايه اللي هيحصل مثلا؟ ايه اللي هيحصل مثلا لما انا اكتب اسم تاني مثلا كيلو 15 اهو؟ هنا انت هتعمل اوفر رايت، هتمسح القديم وتعمل فايل جديد وتحط فيه اللي هو ال 15 دي. تعال نوبن ونشوف اهو كيلو كام؟ كيلو 15. طب انا دلوقتي عايزك تحل لي المشكله دي. لا، انا عايز اعمل لستة كده باسامي اصحابي. انت هتعملها لي ازاي؟ بص، باختصار انت كل اللي عليك ان انت هتغير دي. يعني بدل كرييت تكست هتخليها ايه؟ ابند. بس انت كده حلتها. تعال نرن. لو فاكر فهي كان في كيلو خمس صح، نفسه يروح عشان كده طول. استنى، انا عايز اشيل تمام، عايز اشيل دي سكيب بس عشان عامله ازعاج صراحه. طيب، انا دلوقتي كان في الفايل كام؟ كيلو 15. طب انا عايز كيلو مثلا اي حاجه، اي رقم، او كيلو اهو. المفروض اللي هيحصل ان هو هيعمل ابند، يعني هيضيف مش هيمسح اللي موجود ويكري تعمل اوفر رايت، لا هيضيف. تعال نرجع ونشوف طيب هل الكلام ده حصل ولا فريند اهو عمل ابند. بس هي كتبهم ليه جنب بعض؟ لان دي رايت مش رايت لاين. اوكي، ده الفكره بتاعتها باختصار. اعتقد يعني الموضوع كان سهل ولذيذ وما فيهوش اي مشكله. طيب، في ايه تاني ممكن نعمله؟ اعتقد يعني احنا كده غطينا الجزء المهم في المحاضره يعني بخصوص الستريم ريدر. طبعا طبعا خليك فاكر ان اي حاجه بتتسيف في الفايل فهي بتتسيف كتكست، عشان بعدين لما تتعامل مع الارقام فانت محتاج تستخدم التراي بارس عشان ما يحصلش معاك اي ايرور او اي اكسبشن محتمل. تمام. طيب، ستريم رايتر، جزء رايتر اللي احنا كتبناها في الاول مش ريدر. اوكي، معلش على اللخبطه دي. ستريم ايه؟ رايتر. طيب، احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنرايت فايل. لا خلاص كفايه. انا عايز بقى
افتح فايل موجود واشتغل عليه. اوكي 1 minute. يعني في فايل موجود، انا هفتح مثلا الفايل اللي كان اسمه ايه مثلا اللي احنا سميناه ده اللي هو فريند دوت تكست. طب دي هعملها ازاي؟ اول حاجه انت عندك حاجه اسمها ستريم ريدر، اهو ستريم ريدر. هتسمي مثلا اوتبوت عادي بيس، بعدين ايكوال نفس الفكره، يعني انت تاخد الحته دي هي ارجع كده وحياتك اهو تاني، بص كده كوبي فايل هتخليها ايه اوبن تكست. انت هنا هتفتح فايل. في معلومه كمان نسيت اقولها لك، ايه الفرق ما بين ابند والكرييت؟ الكرييت لو الملف موجود فهي بتعمل اوفر رايت عليه، لو مش موجود بتكريته، صح؟ طب ابند بقى بتعمل ايه؟ هي المفروض من اسمها اضافه، يبقى هي باي ديفولت ان هي بتضيف من اسمها. انما فيها حاجه تاني، ان هي اصلا لو الفايل مش موجود مش هتعمل لك ايرور، لا هي هتكريت الفايل. يعني انت اصلا ممكن تستخدم ابند بديل عن الكرييت، تمام؟ افضل بكتير في حاله ان انت يعني عايز تضيف بعدين. يعني انت مش محتاج الاول تكريت بعدين تعمل ابند. فاهم الفكره؟ بس طيب، جه الوقت دلوقتي ان احنا نستخدم اوبن تكست. تمام كده احنا خلاص، يبقى احنا ماسكين الفايل، معانا الفايل اسمه اوت. تعال نكتبه من جديد عادي دوت. انت هناك كنت بتستخدم رايت ورايت لاين لان انت بتكتب، صح؟ انما هنا انت هتستخدم طبعا ده اسمه خلاص هو عشان ما تلخبطش انبوت او اوتبوت، لان انت في الحاله دي اصلا انت بتسحب، فاهم؟ انت بتريد. اوكي. فانت هنا باختصار كان عندك الرايت والرايت لاين، لا انت عندك هنا حاجه اسمها ايه، ريد لاين. اوكي ريد لاين. طبعا دي ما بتحطش فيها اي حاجه، ما بتبعتش ليها اي حاجه. ادي السيمي كولون، نمسح ده. طب ايه الفكره بتاعت الريد لاين؟ الفكره بتاعت الريد لاين ان انا بجرى لاين، صح؟ لان انا قلت لك في البدايه ان احنا هنستخدم مع الملفات هنا سيكونشال. يعني ايه؟ او معايا اول نقطه والفايل كله بقى، تمام؟ انما ما اقدرش اعرف عدد اللاينز بالظبط اللي معايا كام في الفايل ده، تمام؟ بس لا، عندك حاجه اسمها اند اوف فايل، ده انت بتعرف بيها يعني نهايه الفايل هتكون فين بالظبط، او اند اوف ستريم بيس. طيب انت دلوقتي جريت اول سطر، طب انت خزنته؟ لا، يبقى انت مضطر مثلا تعمل سترينج. نفترض مثلا هنعرف سترينج هنا مثلا اس، فانا هخزن في الاس ايكوال القيمه دي، تمام؟ او ممكن عادي في المسج بوكس على طول، مسج بوكس دوت شو، وتكتب انت مثلا عايز يسار، يعني على طول ممكن تاخد دي. انت عارف ايه اللي هيطلع لك هنا؟ تعالى بس كده اهو، نمسح مش عايزينها او خليها، مش هتفرق كده كده في كلتا الحالتين يعني. طبعا ما تنساش الكلوز لان برضو اساسيه نفس الفكره، اللي هو output دوت كلوز. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ اول حاجه هو هيروح للفايل ده اللي اسمه فريند اللي انا عملته، وبالريد لاين، ريد لاين فكرتها ان هي بتسحب اول لاين، تمام؟ لما استخدمها تاني تسحب اللاين اللي بعديها، لما استخدمها تالت تسحب اللاين التالت، على طول وهكذا. يعني انت ممكن تستخدم فور لوب في حاله ان انت عارف عدد الاتريشن. اوكي تعالى طب افهمك حاجه. يعني احنا مثلا هنا، اوكي ادي مثلا اول لاين، هي كان هيجرى ايه اللي هيحصل؟ هيجرى الفايل ده كله او اللاين ده كله المره واحده. طب لا، انا عندي مثلا ادي لاين كده، لا ثانيه، ادي لاين 2 3 4 5، هنا انا عارف عدد الاتريشن فاعمل فور لوب. اوكي ادي مثلا واحد عشان نميزهم، اتنين تلاتة اربعة خمسة، هنا هعمل فور لوب خمسة، 5 مرات 5 iteration، فاعمل كده فور ماشي. لو كانت الاي طالما هي اقل من الخمسة، بعدين الاي بلس بلس. هنا انا هحط ان انا بطبع على طول في المسج بوكس. يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا المسج بوكس هتستخدم 5 مرات من اول لاين لحد اللاين الخامس اللي انا حددته. بس لو كان في لاين تاني اكتر هو مش هيجراها، هو هيجرى اول 5 بس، لان انا حددت له فور لوب بتمشي التريشنز عددها 5. يعني مثلا لو قررت دول تاني مثلا يعني كده، ايه اللي هيحصل؟ مش هيجراهم نهائي. طبعا كنترول اس عشان اسيف وما يحصلش معايا اي مشاكل. طب طبعا دي مش محتاجها يعني. الكلوز ما تنساهاش ما تنساهاش ما تنساهاش. في حاجة تاني ممكن تسبب اي ايرور؟ لا. تعالى بس نفصل الاب
ونرن. انا لما ادوس على البوتون ايه اللي هيحصل؟ كيلو 1 2 3 4 5. لو فاكر فانا كنت ضايف كمان كيلو 4 وكيلو 5 تاني، صح؟ لا مش هيظهر لان انا عامل iterations بالعدد ده. تمام. فهنا نفس المشكله اللي كنت كلمتك عليها، ان انا ما بعرفش احدد النهايه فين. فهو هنا انت عندك حاجه كده صغيره اسمها ايه بالظبط؟ اسمها end of file stream. فكرتها ان انا بعرف المكان فين بالظبط، او اخر، او يعني اخر لاين مكانه فين. تمام. فيفضل استخدامها مع الوايل. وايل، هتكتب وايل. تعال نكتبها هنا. اسم الاوبجكت اللي انا عملته اللي هو الاوتبوت دوت end of file stream. طيب تعال نتكلم عليها شويه. ايه هي الاند اوف فايل ستريم؟ دي فكرتها اول ما انا اكون عند اخر لاين قيمتها بتكون بكام؟ بترو. يعني في حاله ان انا مش عند اي لاين يبقى هي بفولس، صح؟ مش عند نهايه اخر لاين هي فولس، انما غير كده هي بايه؟ بترو. يعني اول ما يوصل للاخر، اول ما يكون اخر لاين بترو. طيب انا المفروض اعمل ايه بالظبط؟ هنا بالشكل ده مش هتنفع. انت ممكن تعملها ايكوال ايكوال طالما هي بتساوي ايه؟ الفولس. اشتغلي. اللي هي تشتغل ايه؟ هتريد. هتقعد تريد لاين 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 لاين. بس لا، احنا كمبرمجين زي ما بيقولوا، يعني زي ما بيقولوا، انت هتعمل ايه؟ هتنفيها هنا. هي يعني اللي احنا عملناها من شويه هي بتساوي الحاله دي. ففي الحاله دي هو هيجرى كل اللاينز الموجوده معايا. طب ممكن اعمل لك تركايه حلوه. انا عايزك تعمل لي برنامج فكرته باختصار، يعني عدل لي عدد اللاينز، مش محتاج حاجه تاني منك. عدل لي ايه؟ عدد اللاينز. يبقى هعمل ايه؟ هعمل كاونتر في البدايه، نفترض انت مثلا سي ايكوال 0، لازم اعمله انيشال فاليو. بعدين مع كل iteration هيعملها الكاونتر بلس بلس، يعني الكاونتر يضيف عليه واحد. معنى ان هو دخل اللوب، معنى ان هو لسه ما وصلش للاند اوف ستريم. تمام. طبعا هقول لك في الاخر مثلا، يعني ده طبعا ده مثال افتراضي. اطبع السي. يعني بعد ما تطبع، هما كانوا كام؟ كيلو 5 وبعدين ضفنا 4 5 فهم 7. يعني هيحصل ايه؟ هيظهر لك 7 مسج بوكس. كمان بعدها يظهر لك عدد الكاونتر اللي احنا عملناه اللي هو كام؟ المفروض 7. لو طلع 7 يبقى الكود ده صح، لو طلع غير 7 فالكود ده غلط. تمام. طيب تعال نرن. الابلكيشن مفصول. اوكي، هو بيقول صح، عشان طبعا المسج بوكس هي عايزه بتستقبل سترينج بس، فما ننساش تو سترينج. معلش على الغلطه دي. فاهو بندينا بنتعلم. طيب اول ما ادوس على البوتون ايه اللي هيحصل لي؟ كام مسج بوكس هتظهر؟ 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7. المفروض 7. بعد ما دوست 7 مره ايه اللي ظهر لي؟ اهو رقم 7 ده الكاونتر اللي انا عملته. فده معناها ان هي ايه؟ مظبوطه وزي الفل وسليمه وما فيهاش اي مشكله ممكن ايه؟ ممكن تواجهك. تمام. طيب تعالى نبدأ بقى بفكرة حلوة وتجيلة سيكا أو فيها شوية تراي بارس وأرقام يعني. افترض يعني طبعا عشان ما اطولش معاك ان انت معاك فايل. الفايل ده فيه ايه باختصار؟ فيه مثلا شويه ارقام، لنفترض شويه ارقام مبيعات اي حاجه. انا عايزك تجيب لي التوتال. هتعملها ازاي؟ اول حاجه هنكريت الفايل مع بعضنا على السريع كده عشان الفيديو طول الصراحه. فهنفترض ان الارقام عندي مثلا ادي 1 2 3، دول 5 مثلا، وادي 5 وادي 10. كده المفروض السمشن بتاعهم لو جمعتهم لي 20. صح؟ ما ننساش نسيف الفايل. اوكي. احنا كده ماشيين صح لحد هنا. اول حاجه انا بعمل ستريم ريدر لان انا بقرا، صح؟ بعدين بسميه اي اسم، يعني اوتبوت او انبوت مش هتفرق، يعني ده مجرد اسم بس عشان لا يكون لخبطك في حاجه. تمام. اتمنى ما يلخبطكش، ده مجرد اسم مش مقصود بيه حاجه. طيب ايه بنستدعي الفايل باستخدام ايه؟ الفايل دوت اوبن تكست اللي انا بفتحه هو موجود، لازم يكون موجود. تمام. وبحط اسمه عادي ومفيش اي مشكله. بيس. طب تفتكر هيحصل ايرور لو ما كانش موجود؟ تعال نجربها كده. لو حطينا مثلا حرف زياده. تعال نفصل كده. هل هيكريته من نفسه مثلا؟ بس لا، يعني هي معموله اوبن فمن اسمها المفروض ايرور. could not find the file، مش لاقي. تمام. ايرور وظهر لي الاكسبشن اللي انا عملته اهو. فاكر؟ تعال نرن تاني كده. ايه اللي هيحصل؟ كلمه ايرور اللي انا كتبتها، بعدين could not find the file وحاطط الباس اللي انا حددته. دي ميزه من ضمن الميزات. طب هنرجعه لاسمه الطبيعي. انا كده معايا الفايل. اوكي. طيب دي برضو مش لازماني، يعني انا كنت هسيبها عشان نحسب الكاونتر مع بعضينا. تعال مثلا نخليها سمشن او توتال، يعني خليها سمشن. sum equal 0 في البدايه.
طيب انا دلوقتي عايز اسحب الرقم، لان انت عارف ان انا كل الحاجات اللي بتتخزن في الفايل ما هي الا تكست، فانا محتاج اعملها تراي بارس. ليه تراي بارس؟ ليه ما استخدمش بارس؟ لان بارس ممكن توديني تعملي ايرور، انما تراي بارس لا، ما تعملش ايرور. اوكي. طيب يبقى انا اكتب ازاي انا ده؟ احنا هنا دلوقتي استخدمنا الانتجر بس، فاكتب انت دوت تراي بارس. بعدين انا عايز مثلا نفتح قوس الاوت زي ما هو كاتبها لك كده، الاوتبوت دوت ريد لاين، انا هجرى لاين. تمام. بعدين الاقواس. بعدين الاوت هيكون فين؟ لا الاوت مش هيكون في الصم، مثلا هسميه مثلا سي. طبعا لازم اعرفه فوق، فاعمله كده السي بيس. ايه اللي هيحصل هنا؟ هو هيحاول يجرى الاوت الريد لاين، اللاين على حسب اللوب طبعا، هيحاول يجراه. طالما عرف يحوله هيخزنه فين؟ في السي. ما عرفش يبقى هتبقى قيمتها بصفر. وهنا انا هيعتبر الى حد ما هندلت ايرور عشان ما يحصلش معايا مشاكل فيما بعد. ممكن اعمل اكسبشن، اعمل اف كونديشن، اي حاجه من الحاجات دي، بس هي مش موضوعنا لحد ما في الفيديو ده. طيب في ايه تاني؟ انا دلوقتي خدت الرقم وخزنته فيه في السي، يبقى هكتب sum بلس equal c. كده انا معايا ايه؟ معايا السمشن. مع كل iteration هتحصل، انا مش محتاج السي طبعا، السي دي كده لا، كده غلط. انا مع كل iteration هاخد الانبوت، هاخد اللاين. يعني تعالى هنا بص، مثلا في الاتريشن الاولانيه انا هاخد كام؟ واحد. تمام. واخزنه في السي. شايف؟ هخزنه في السي هنا لان هو رقم عادي اتحول معايا. في الاتريشن التانيه هاخد اتنين، في التالتة تلاتة، الرابعة خمسة، الخامسة 10. كلهم بيتجمعوا في الصم. المفروض ان بعدين هيطبع لي ايه؟ الصم. كتبت صم كده تو سترينج، طبعا ما ننساش الغلطة دي. ليه؟ لان الصم ما هي الا انتشر، وانا في المسج بوكس بتتعامل مع سترينج. طب تعال نرن ونشوف كده هيحصل ايه. بص 21 جت منين ان شاء الله دي؟ طب نجمع غلط، فعلا 21. لا معلش على الغلطة. انا حسبت دول كده كلهم بخمسة، موديل بستة، بس زي الفل. فستة وخمسة 11 و10 21. فكده البرنامج مظبوط ومفيش اي مشكلة ممكن توشك. يعني هو انا حاسس ان انا طولت جامد الصراحة، يعني صورت جامد جامد. فبص يعني باختصار، احنا اول حاجة بنفتح الفايل اللي بنشتغل عليه، بعمل البروسيس اللي انا عايزها سواء ريد او رايت، بعدين اقفله. ده لازم اقفله عشان ما يحصلش معايا اي ايرور. وكمان استخدمنا التراي كاتش عشان اهندل حتة الايرور. زي ما انت شفت كنا بنحاول نوصل لفايل مش موجود، فقال لي ان الفايل ده مش موجود. استخدمت المسج ايرور نفسها، وعملت اوبجكت بالاكسبشن. كمان استخدمنا اللوبس عشان نمشي، وكمان استخدمنا الاند اوف ستريم. فكره الاند اوف ستريم ان انا اول ما اوصل للاخر لاين في الفايل هو يكون قيمته بترو. فانا بستخدم النقطه دي عشان الوب براحتي وانا مش عارف عدد اللاينز، لان انا ما ينفعش اعرفها من نفسي. دي الفكره. طيب دي ببساطه يعني كانت فكره الفايل هاندلنج في السي شارب. يعني أتمنى يكون الفيديو بسيط عليكم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا أكيد ما تنساش اللايك سبسكرايب عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. وسلام، أشوفكم في الفيديو الجاي.